السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في ريمونتادا. تعال نشوف بقى انت جامد في ايه كبرج. لا تتحدى كل برج في ايه. يلا بينا نعرف انت جامد في ايه. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في ريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك وكمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. تعرف نفسك اكتر، تنمي الحلو وكمان تغير الوحش. ده هدف القناه بتاعتنا في الابراج، لا اكتر ولا اقل. هل انت قوي في الحاجه اللي هقول لك عليها ولا لا؟ حاجه بتميزك جدا انت قوي جدا فيها، وانت كمان بتكلم بصوره عامه. هنبتدي ببرج الحمل ونختمها ببرج الحوت. اول برج معانا طبعا برج الحمل، قوي جدا في العصبيه، يعني ما تعصبهوش وما تفكرش ان هو هيسكت، لا هتعصبه، هتنرفزه، هتحاول ان انت بس تضايقه، هيتفرج عليك ويسكت ويتعصب عادي. تمام مش تعصبت، هيسكت شويه وبعد كده هياخد حقه. مش عصبتني وتعصبت واتنرفزت، هيهدى وهياخد حقه غصب عن التخين. فما تتحدهوش في العصبيه لان هو عصبي جدا ومش بيسيب حقه نهائي. خلي بالك من النقطه دي، لان لو فكرت ان انت ممكن تعصبه وهو مش هيعصبك، لا هيعصبك وهيبهدلك. ولو مش النهارده هيبقى بكره، ولو مش بكره هيبقى بعده، والايام جايه. اما البرج اللي بعد كده وهو برج الثور، علشان ما نطولش حلقه النهارده، الولد والبنت بصوره عامه ما تتحدهمش في الصبر، لا عندهم صبر يكفي بلاد. ممكن يكون خلقي، ممكن يكون بيزهق بسرعه، ولكن الحاجه اللي هو عايز ياخدها هيصبر عليها، هيصبر وهيدي لنفسه براح. هيحاول ان هو يهون على نفسه، مع انهم خلقيين جدا يعني خلقهم هنا، ولكن لا تقولهم بيديهم الصبر. تقيل في نفسه في الحب وكمان في حياته العملية، هو ده طبعه. هادي شوية، ممكن تشوفه هادي، هو هادي شوية ولكن من جواه طبعا في صراع داخلي. عندهم الصبر يعني خرافة. ما تتحدهمش في الصبر لان هم فعلا صبورين قوي. احلى تحيه لبرج الثور. طبعا البرج اللي بعد كده وهو برج الجوزاء. بحب جدا برج الجوزاء يا جماعه، مع ان الناس بتخاف منه. هو برج طيب جدا على فكره، ما تتحدهمش في الجمال، بيعرفوا امتى يبقوا جمال وامتى يبقوا وحشين، بس هم خطار جدا في الجمال. عينيهم دايما جميله جدا، عينيهم دايما بتفضحهم. خطار في الجمال، ما تتحدهمش في الجمال. ما تجيش تزوق نفسك وتظبط نفسك. كل الابراج عندها جمال على فكره، ولكن ما تجيش تزوق وتظبط نفسك او تظبطي نفسك وتقارني نفسك ببنت الجوزاء. لا مستحيل. هما يعني فوق في التوب طبعا. وناس كتير زي الحمل، زي السرطان، زي العذراء، زي الميزان، ولكن هما ما تتحدهمش في الجمال. مش تعرف تجيب الرينج بتاعهم. البرج الرابع واللي بعد الجوزاء طبعا السرطان، ما تحدهوش في القوه، عنده قوه احتمال رهيبه، مع ان دايما بيحب الحاجه تجيله بسرعه، دايما بيحب الفرح، ولكن عنده قوه احتمال رهيبه. حطه تحت اي ضغط هيحاول وهيصبر وهيهدى، لان شخصيته هاديه وشخصيه جميله جدا. مش عشان برج على فكره، ولكن دايما يعني بيتحمل اي ضغط ايا كان هو ايه، ودايما عنده ثقه في ربنا ان اللي جاي احسن. بيزعل، بيتضايق لانه حساس، ولكن فعلا تقدر تعتمد عليه. تحطه تحت اي ضغط جدا، اي ضغط ايا كان الضغط ايه، اي صعوبات، تلاقيه دايما ثابت على وضعه، مش بيخاف، مش بيهاب حد، ودايما الدنيا هتعدي وهو هيعدي. يعني هيعمل ايه؟ هو دايما بيعرف يتعايش. فما تحدروش في القوة بتاعت الضغط، انك تحطه تحت ضغط. لا، قوي مش قوي. ما بصتش ان هو عنده عضلات او هي عندها عضلات، ولا لا، قوي بيصبر، هستحمل، هقدر، هعدي، هحاول، كله طبعا بربنا. البرج الخامس بعد كده هو برج الاسد. برج الاسد بحبه جدا وطيب على فكره يا جماعه. البرج ده انا عن نفسي بحبه جدا، ومش عشان طبعا عندي صحاب اسد، ولكن انا بحب كل الابراج. بس في حاجه كده بتميز الاسد، شجاعته، ما بيخافش يقول رايه. انت ايه اللي هيحصل دايما في يعني نعم ايه وبعدين ايه اللي هيحصل. لا،
شجاع، ودايما دايما دايما شهامته سابقاه. وكذلك البنت على فكره شجاعه، بتبان دايما، بتبان يعني بونبونيره كده زي ما احنا بنقول بالمصري، لا شجاعه، بتعرف كويس جدا تميز ما بين الصح وما بين الغلط، ما بيخافوش، طيبين، بيحبوا الحق جدا جدا جدا. وشجاعته برضه ساعات بتوديه في حته تانية، في بعض الاحيان لازم تهدى شويه، لا هو صح، هو ده الصح، يبقى ده الصح يا ابني. طب ايه ما ينفعش، طب نقوله بطريقه تانية، لا هو ده الصح. شجاع في قراراته، شجاع في حياته، شجاع عامه في الحياه بصوره عامه. برج يمكن متهور شويه، ولكن انا بشوف شجاعته بتغطي الكلام دوت. ممكن يكون الصفتين دول قريبين من بعض، ولكن برضو شجاعته بتبان، شهامته بتبان، طيبته بتبان، بيحب ان هو يساعد الناس. البرج اللي بعد كده طبعا وهو برج العذراء. العذراء ما تتحدهوش في الذكاء، زي ما احنا عارفين ان العذراء من ضمن اذكى الابراج، وطبعا هو اذكاهم طبعا، ولكن في ابراج كتير ذكيه، والذكاء عند كل الابراج بس بنسب، في ناس بتعرف تستخدمها، ابراج بتعرف تستخدمه، وابراج تانية بتكنسله كده يعني. فطبعا ما تحدهوش في الذكاء لانه ذكي قوي 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 قوي، وعنده نوعين من الذكاء، والنوعين نوع دايما بيبقى مفضوح، هتعمل ايه يعني، انا بتذاكى عليك. والنوع التاني ان هو يقنعك، نوع الاقناع، يتذاكى عليك ويقنعك وهتقتنع، وفعلا هتقول ان هو مش غلط، ومفيش اي حاجة تمنع ان الكلام ده يكون غلط، لا فعلا هتقتنع. فيعني ما شاء الله عليه في الذكاء، ذكاء رهيب. بقول لك كده عشان تطور الحاجة ديت، وتحاول ان انت تبعد عن الوحش. لو كنت جديد معانا في القناة ولسه بتتفرج، خش اشترك في القناة، عرفني بنفسك، عايز تعرف بيك علشان انا بحفظ كل ريمونتادي. لا برج فعلا مميز جدا في النقطة ديت. البرج اللي بعد كده طبعا وهو برج الميزان انا بحب الميزان عامة يعني. الميزان كاريزما، حضور، طبعا جمال زي ما قلنا، ولكن ما تتحداش مين في الجمال، جوزاء، لكن هو جمال ودلال وكاريزما وحضور وأناقة ولياقة، كل حاجة عايز تقولها عن الميزان قولها، ما تتحداش. برج الميزان في حاجة بسيطة جدا، القذف، لا هتستفزه، هتقول كلمة عليه هيعملك سوري في الكلمة يعني نفاضة كده، هيجيبك ويوديك وهيقذف. القذف دوت بالمصري يعني التريقة، ما تتريقش عليه، تتريق عليه هيروح متريق عليك ومضحك الناس عليك ومبهدلك. ممكن تشوف تستقل بيه، طبعا ممكن تشوف تستقل بيه، ممكن يقول كلمة تستقل بكلمته وتهزر ولكن هو بقى مش هيسيبك، لا هيعديها كده، لا تعالى بقى نتحدى بعض في النقطة دي بقى، وهبهدلك، هضحك الناس عليك وهتخسر كتير، وانت اللي هتزعل في الاخر، خلي بالك، ده برج الميزان، خلي بالك. اديني حذرت الولد والبنت. برضو بنتكلم بسرعه عامه. البرج اللي بعد كده وهو برج العقرب، البرج اللي بيكهرب، يعني البرج اللي واخد شعبيه كبيره جدا في الريمونتادا. برج العقرب مستفز قوي 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 قوي، ببروده بهدوءه بغموضه، حاجات كتير جدا تخلي تشوف يا انت بارد في الشغل ليه يا ابني، اشتغل. شغال عادي، وفي ما انا شغال اهو. هو ليه طريقه كده معينه، ذكائه بيوديه لحته بعيده، فبيخلي كل حاجه بمزاجه، على مزاجه. ماشي هشتغل، ماشي، ويشتغل عادي، شويه يشتغل حلو، شويه يشتغل بمزاجه. ما بتكلمش في الشغل في العمل، ولكن هو مستفز، او ما تستفزهوش عشان لو تحديته واستفزيته هيزعلك وهتتضايق وهترجع تشتكي، وانت اللي هتخسر في الاخر. البرج اللي بعد كده طبعا وهو برج القوس، فرفوش الابراج بتاعنا. قوس طبعا ما تحدهوش في الكبرياء، كبرياءه صعب قوي، صعب وحساسين، ومش بيبانوا ان هم حساسين، عنده كبرياء فوق. اوعى تيجي على كرامته، دايما بيحب الحاجه تبقى بسرعه، بيحب يسبق الاحداث، بيحب يسبق الحاجه عشان يكون مسبق، عشان يكون محضر لكل حاجه. ولكن ما تجيش على كرامته، تيجي على كرامته خلاص كده اتكرهت يا معلم، ما فيش فرصه تانية، فهتتكره. كرامته ثم كرامته، ملك الكبرياء، عنده كبرياء، لو هموت عليك عادي مفيش مشاكل، لا مش عايزك، هو من جواه عايزك بس، لا خلاص الموضوع انتهى، ما تحكيش معايا كتير. ده برج القوس. اما زعيم الابراج بتاعنا وهو برج الجدي، الزعيم بتاع ريمونتادا، يعني هو
ما تتحدوش في كل حاجه. ليه؟ لان هو بيعرف يعمل كل حاجه، لانه بيقنع نفسه كده. ولما ما بيعرفش يعمل حاجه فهو بيحاول ان هو يتعلم ويعمل. عنده انرجي حلوه جدا ان هو يبقى مندفع في اي حاجه. ساعات بتبقى صح وساعات بتبقى غلط، وساعات كتير بتبقى غلط. محتاج منك ان انت تهدي من رونقك شويه. يعني مش عايزين نتحدى في كل حاجه. في حاجات نقول له تعالوا نتحدى بعض، في حاجات لا. لان هو دايما بيحب يعرف كل حاجه وبيحب التحدي، فدايما مندفع. تعال نتحدى، لا هو هتلاقيه دايما مندفع، الانرجي بتاعته عاليه جدا. لما بيكتئب بيبقى صعب، ولكن عنده انرجي قويه ان هو يلا بينا نتحدى اي حاجه، مفيش مشاكل، يلا بينا، ما تعبتش ما زهقتش، يلا نكمل، هوصل. طموحه بيوصله لحتت بعيده جدا. فما تحاولش ان انت تقول له يلا نتحدى بعض، فهيتحداك عادي وممكن يكسبك حتى لو ما كانش بيفهم في الحاجه دي. فاهدى على نفسك لانهم اذكياء دايما بيشغلوا ده. اهدى على نفسك. البرج اللي بعد كده وهو برج الدلو، اللي بحبه، زعيم الابراج. ماليش حد معين بحب البرج ده، ولكن انا بحب البرج ده عامه. بيجي بعد الزعيم، واخد بقى ذكاء، واخد بقى حريه، واخد جمال، واخد اناقه، واخد غموض، واخد حاجات كتير جدا. ولكن ما تتحداهوش في انك تحكمه. ما تقولوش اقعد، لا، هو جاي الدنيا عشان الحريه. هتيجي انت تحكمه، الموضوع هيبقى صعب. ما تجيش تحكمه علشان هيتعلم عليك. ولا لو كنت كبير مقام، لا ما تحكمنيش. ممكن يحترمك بس هيعمل في دماغه انا جاي الدنيا عشان حريه. ما تجيش انت تقول لي اعمل، ما تجيش انت تقول لي سوي. لا تحدوش كده خالص. لا، مش الدلو. انا بحذر، مش ده اللي يتحكم. ممكن ابراج كتير ممكن تعديها لك، ما بقول لك ما حدش بيحب ان حد يحكم عليه، ولكن في ابراج بتعرف تعدي. ماشي، من اهم حاجه خد مصلحتك وخلاص. او المضطر يركب الصعب. لا، ده ولا مضطر ولا مش مضطر، مش ده اللي حد يحكمه. هو يحاول ان هو يترجمك. لو انت كنت كبير او لازم تحكمه، او مثلا انت اللي ليك امر عليه، هيحاول انه يترجمك ويجيبك سكه، بس ما جيتش سكه، لا، الموضوع هيكبر. مش ده اللي تتحداه في انك تحكمه، توقفه، تحبسه، تعالى هنا تقيده. لا، مش ده. يا ريمونتا دوية. اخر برج معانا وهو برج الحوت. بحبه جدا برج الحوت. برج ذكي، ولكن واقعيته مع طموحه مودينه في حتة تانية. متردد جدا، ساعات بيندم على حاجات كتير جدا. بيقنع عقله ان هو صح بافكاره، مش عقله اللي بيقنعه. يعني دايما افكاره بيترجمها بسرعه، فبيرجعها لعقله تاني لا انت صح، وبعد كده في الاخر بيرجع يندم على قراراته. بحب جدا البرج ده. دايما حاسس ان هو مش محظوظ، ودي حاجه يمكن اكيده، ولكن برضه بيبقى مميز في حاجات جميله جدا، محظوظ في حاجات جميله جدا. دايما هو مميز بحبه ورومانسيته واحترامه. مش هكمل كتير مش هتكلم كتير في عن برج الحوت، ولكن الولد والبنت بسرعه عامه عناديين شويه. ما تحدهمش، ما تعاندش، هتتعب. خلاص عادي، عاندت خلاص يا عم، مش هعاند قدامك. مش انت عملت كده وانا مش هعمل كده. مش لازم اقول لك قدامك ان انا مش عامل. خلاص خلصنا. ده برج اللي هو يلا عايز ايه؟ ماشي، طب تمام يا حبيبي. لا، وكمان بيعاند مع نفسه ان هو دايما حاطط لا، بس هو تفكيره صح. ما هو تفكيره صح، بس ما بيفكرش من حتة تانية، من منظور تاني. لا خلاص، هو تفكيري دوت صح. طب ما ممكن تحل الموضوع بطريقة تانية ونفس التفكير، ولكن دي هتفيدك اكتر، دي هتريحك اكتر. لا هو ده بيعاند مع نفسه. ما بالك بقى لما تحدى في العند هيعمل فيك ايه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. بتمنى ان انتم تخشوا تشتركوا في القناه، تبقوا يعني من ضمن العيله بتاعتنا، وكمان تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وتعرفوني بقى بنفسكم انت برج ايه، كلامي صح عليك ولا غلط. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.